بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد عنتر بربر علي سروق من اسطبل عنتر، بس اسطبل عنتر حاجه وعزبه خير الله فوق. لا احنا بنتكلم عن اسطبل عنتر. اسطبل عنتر هنا الزال حوالي بتاع 150 بيت. وكان في حوالي يعني كل بيت كان فيه حوالي 10 اسر. تمام. مش كله 10 اسر وراحوا فين 6 اكتوبر وراسكو. عندنا نجيب سويرس. تمام. ولسه المرحله الثانيه كانوا يهد بيت البيوت دي وما تهدتش. فاحنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. طب انتوا عاجبكم موضوع وراسكم ده؟ عايزين تروحوا هناك ولا عايزين ولا مش عاجبكم عايزين تقعدوا هنا ولا ايه؟ والله لو واحد يتولى المشروع ويبني لنا تاني واللي كان قاعد في شقه يقعد في شقته ويستغل الباقي احسن. بس. طب عدد الاسر عددكم تقريبا قد ايه السكان تقريبا؟ مليون ولا يعني كل بيت بيشيلوا بتاع 40 واحد. مش حصر او ازاي؟ ما جالكوش حصر ولا حاجه ولا؟ جه حصر وفي هدد، بس لسه في تكمله تاني. في تكمله تاني. ما تعرفوش اللي هو مثلا من بعد الجبل 100 متر. 100 متر بعد الجبل. ومن فوق برضه 100 متر. ما تعرفوش بس عدد الوحدات اللي هتتشال كام ولا عدد الوحدات اللي هتفضل كام؟ ما عندكوش اي تفاصيل ولا اي معلومات عن الموضوع؟ لا لسه من بعد الثوره وبتاع ما كانوا شغالين في الهد وبتاع. طب قبل الثوره ما حدش قال لكم ان احنا هنزيل مثلا مساحه قد ايه؟ قال لنا 100 متر من الجبل. 100 متر من الجبل من بعد انا اسمي هاني شعبان. تمام. هو حضرتك هو في ناس اتزالت، في ناس ارتاحت وفي ناس تعبت. بالنسبه للمواصلات وعثمان دي طبعا يعني مكان طبعا انت اكيد عارفه. تمام. انما هنا احنا هنا في وسط البلد. ما يعمل ماكت هنا نعمل له ماكت هنا، هو ماكت يعمل ماكت بنفسه. على تطوير العشات لاي دور هو عايز 3 ادوار دورين ويعمل بالطريقه اللي انت عايزها وعايش الناس هنا مكانها. ما تمشيش الناس ابعد هنا. في حد من صندوق تطوير العشوائيات جه يتكلم معاكم؟ والله امبارح كان في امين شرطه هنا جاي من المحافظه. واحد جاي بيعمل اللهم صل على حضره النبي زي تحريات. لا انا بتكلم على قبل الثوره. كان في حصر لعدد بيوت هتتهد. بس الناس مش عايزه تتهد. الناس مش عايزه تمشي. الناس عايزه تقعد في مكانها. ايوه لان المكان اللي هو اصلا اللي هم هيودونا فيه ده مكان ولا عايزه بالله. طب انا هسالك سؤال، حتى لو هم طوروه يعني في ناس اكل عيشها هنا. تمام انا معاك جدا. هتاخد واحد من هنا هياكل ازاي؟ انا معاك جدا في الكلام. مدارسنا عيالنا احنا هنا في الزهراء. طب احنا لو ودينا عيل، لو احنا رحنا هناك كل ما انت انا بكسب كام عشان ابني يجي من عثمان لحد هنا ب 20 جنيه رايح جاي كل الصبح ابقى خايف عليه. طب لو يعني بالنسبه للمنطقه هم عايزين يزيلوها ليه؟ ايه الخطوره اللي هم شايفينها في المنطقه؟ بقول لك حضرتك الجبل. الجبل زي ما انت شايف عندنا احنا هنا ده جزء بيوتنا احنا. ورا اللي عندنا احنا هنا الجبل اصلا واطي ورامي لورا. الخوف من هنا وهو ازال هنا وخلاص. يعني ده الخوف من هنا. هو ازال هنا وخلاص. طب هو هنا الجنب الثاني هنا ده جبل واطي ورامي المدرج لورا. تمام. ما فيهاش خطوره. طيب ايه بقى ايه اهم الاشكاليات اللي عندكم في السكن بقى هنا؟ المشكلات اللي عندكم المشكلات العاديه اللي هي اغلب البلاد انت عارف بتعاني من نفس الميه، الصرف الصحي، النظافه. في مدارس هنا، في خدمات، في مدارس قريبه منكم. جنبينا اللي احنا نفسنا كنا فيها. واولادنا دخلت فيها برضه. تمام. هي المشكله عندنا احنا هنا يعني مربعات زي مربعاتنا احنا هنا، مربعات الجبل دي. الصرف الصحي، الميه، الكهرباء، تكميلات. يعني احنا عندنا هنا فيه بس برضه ضعيفه بتبهدل الدنيا. انما فوق تكميلات. طيب في اي مشاكل تانية حابين تتكلموا فيها؟ هو ده اللي احنا عايزين بس، وسوق الحكومه بس سيبنا في حالنا نعيش في بلدنا هنا. مصطفى موسى منصور. تمام. اتفضل عم مصطفى. بص حضرتك اللي الجبل هنا هم لما جم يهدوا الناس اللي هدوها ديت قال لك عاوزين 20 متر. تمام. بل هو دلوقتي في اكتر من 30 متر. تمام. وقال لك استكفينا بكده من هنا بعيد عن الجبل، بعيد عن الخطوره. ماشي؟ بعيد عن ايه؟ عن الخطوره واستكفينا على كده. ففضلوا بقى لما قامت قبل الثوره قال لك هيبقى في تطوير عشوائيات. يعني المكان اللي هو له مؤاخذه عاوز يتنكس، عاوز يتعمل مش عارف ايه، يتطور وبتاع صعب قاعد فيه. خدت بالك انت؟ فهو طبعا دلوقتي احنا لسه المشروع ده ما مشيش ولسه ما جاناش هنا. احنا هنا كده قاعدين في مكاننا هنا، هنروح فين؟ لان اصلا لان اكل لقمه عيشنا هنا. تمام. وعيالنا اكل عيشهم هنا.